السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا على خير وبخير ان شاء الله وتكونوا في احوال جيده. كنتمنى تدوزوا الاوقات ديالكم على خير وبخير. كيف ما كتشوفوا معايا اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم واحد الكيكه الصراحه كتجي زوينه بواحد لاصوص اقتصاديه وفي متناول الجميع. تبعوا معايا المقادير والطريقه ديال التحضير. هنا عندي في بول عندي شويه ديال الملحه، ضروري كنديروها لتصحيح الذوق، وعندي 3 ديال البيضات مع كاس معامر ديال سنيده. المهم نتوما على حسب واش كتبغيو الحلاوه بزاف ولا قل. بغيتو تعمروا الكاس عمروه، بغيتو تنقصوا من الكميه اللي درت انا يمكن لكم تنقصوا. المهم هنايا درت حتى فانيا، ساشي ديال الفاني. الا ما كانش عندكم الفاني ديروا قشور ديال الحامض حتى هو كيتواتى بزاف مع هاد الكيكه. وعندي نص كاس ديال الزيت، دائما كنقول لكم ما تكثروش الزيت في الكيكه باش ما كتجيكمش هكاك مزيته. مهم هنايا صافي كنبدا كنخلط مزيان مزيان. خلطت بعدا البيض مع سنيده حتى تفاعلوا لي مزيان، وعاد زدت الزيت وخلطت. ودابا كنزيد واحد 4 كاس ديال الحليب وكنخلطهم مزيان حتى كينسجموا، حتى كنحسهم باللي دخلوا مع بعضياتهم. وهنا خديت واحد الكاس عامر ديال الماء يكون سخون مزيان، وكندير فيه معلقه ديال القهوه سريعه الذوبان. هذه صراحه الطريقه هذه كديرها اختي، صراحه كتجيها الكيكه زوينه بزاف. تحيه ليها من هذا المنبر. صافي هنايا كيف ما كتشوفوا غادي نبقى كنزيدو تدريجيا شويه بشويه، وانا كنخلط باش راكم عارفين حيت هو سخون باش البيض ديالنا ما غاديش يطيب، فهمتوني. صافي كنبدا كنحرك مزيان وكنزيد شويه بشويه مع التحريك المستمر. نتوما البنات الا بغيتو تزيدوا فيها حتى دانون هكا، يمكن لكم تزيدوا دانون ديال البنان ولا ديال الفاني، كيبقى لكم الاختيار دائما. نتوما البنات راكم حادقين تبارك الله، غير انا كنشارك معكم الطريقه اللي كندير وكنبغي نشارك معكم هكا شي حاجه الا صوبتها. صافي البنات هنا كيف ما كتشوفوا راني درت الدقيق، زدت الدقيق الدفعه الاولى وخلطت مزيان مزيان حتى ما كيبقاش فيها دوك الحبيبات. وبطبيعه الحال راني مغربله الدقيق 2 مرات كنغربلو باش ما كيبقاوناش دوك التكتلات ملي كنكونوا كنخلطوا الكيكه ديالنا. صافي من بعد زدت الساشيه ديال الكاكاو. صراحه ديك زوينه، غير ديروها وفيها حتى مذاق زوين. واذا كان عندكم ديال العبار حتى هو زوين، حتى هو كيعطي الصراحه كيعطي لون زوين حتى هو. صافي من بعد كنزيد الدقيق كنخلط مزيان مزيان، وكنزيد الدفعه الثالثه وكندير 2 خمارات من فئه 7 غرام، والا كان عندكم حتى ديال 8 غرام ماشي مشكل. صافي كنخلط مزيان حتى كينسجموا لي، حتى كتدخل لي داك الخماره مع الطحين مع ديك المكونات اللي درت. وهنا في هذه المرحله الاخيره كندير واحد العصيره ديال الحامض. نتوما الا كان عندكم الخل من الاحسن ديروا الخل، انا غير حيت سالالي داكشي علاش. صافي كندير واحد العصيره غير صغيره وكنبدا كنخلطها حتى كتنسجم لي مزيان مع الخليط. كيف ما كتشوفوا هذاك هو القوام اللي خصو يكون. خصها الكيكه ديال اللي كيكون فيها الكاكاو تكون شويه خفيفه، ما تكونش ثقيله باش ما تجيناش راكم عارفين من الطيب ما تجيناش قاصحه. وصافي هنا راني دهنت المول ديالي بالزبده ورشيته بشويه ديال الدقيق، ولا دهنوه غير بالزيت هكاك. هو اصلا ما كيلصقش، غير انا درت له الزبده والدقيق غير احتياط وصافي. صافي هنايا من بعد بقى كنساوي هكاك الخليط ديالي حتى كيجيني مقاد، وكندخلو للفران. انا كنديرو على عافيه مهيله بزاف بحال الشمعه، وكندخل اللاطه ديالي يكون الفران بارد. صافي البنات هنا غادي نصاوب معكم لاصوص الشوكولا. الصراحه كتجي زوينه بزاف لهاد الكيكه هذه، كتجي مسقيه بها وكتعطيها واحد لوغو زوين بزاف. هنا عندي احتاجيت 3 كيسان ديال الحليب مع 2 معالق ديال النشا، الا ما كانش ديروا غير الدقيق الفورس. وعندي معلقه صغيره ديال قهوه سريعه الذوبان مع 2 معالق كبار ديال سكر سنيده، وكندير ساشي ديال الكاكاو. صافي غادي نخلطهم مزيان مزيان حتى ما يبقاليش دوك التكتلات هكا من الفوق، حتى كينسجموا مزيان. من بعد غادي نديرهم على النار. في الاول كتكون مجهده شويه، ملي تبدا تطلع فيها الغليه عاد كنقص عليها العافيه تكون مهيله بزاف. وصافي هذا هو القوام اللي خصو يكون، ما خصوش يكون قاصح وما خصوش يكون خفيف بزاف.
المهم هنايا زدت عليها واحد 4 ديال الحبات ديال الشكلاط كحل، وغادي نذوبو مزيان. صراحة كيعطي واحد لوغو زوين فيها. وهنا غادي نزيد واحد المعلقة صغيرة ديال الزبدة. الا بغيتو تضيفوها ضيفوها، ولا ما بغيتوش ولا بغيتو تستغناو عليها يمكن لكم تستغناو عليها، ماشي ضروريه. هي شنو الدور ديالها؟ غير كتعطينا ديك اللمعه وصافي. ملي كنديروها فوق الكيكه ديالنا صافي. هنايا كنبدا كنتقب هكا الكيكه ديالي باش كتخلي فيها ديك لاصوص مزيان، باش كتشرب لاصوص. الصراحه كتجي زوينه بداك المزيج اللي درت ديال الكاكاو مع قهوة سريعة الذوبان. الصراحة كتجي زوينة بزاف. غير جربوها، ويمكن لكم ديروا في بلاصة الا ما كنتوش كتبغيو هكا المذاق ديال القهوة، يمكن لكم ديروا غير ساشي ديال الفاني. صافي كيف ما كتشوفوا راني سقيت الكيكة ديالي، وكنبدا كنقسمها هكاك على شكل طريفات هكا مربعات. وغادي ندوزو غادي نزوقها بواحد الفيرميسيل هكا ديال الشكلاط. نتوما يمكن لكم في بلاصه هذا يمكن لكم ديروا الكوك، ولا هكا تحكوا الشكلاط من الفوق، كيبقى لكم الاختيار. صراحه كتجي زوينه بزاف، وكنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم وترقكم. واللي جرباتها تكتب لي في لي كومونتير هكا واش جرباتها. وكنتمنى انكم تزيدوا تشجعوني وتدعموني. وشكرا بزاف بزاف على الدعم ديالكم، وكنرحب بالناس الجداد اللي دخلوا عندي. ها نتوما انا حطيت معكم واحد الطريف هكا. صراحه كيجي زوين زوين بزاف. راني غير ما خليتها تزيد تشرب لاصوص بزاف، راني دغيا صورتها معكم. غادي نكون ساليت الفيديو ديالي، وما تنساونيش من لي جيم ديالكم والتعاليق الزوينين بحالكم. والى اللقاء، فيديو قادم ان شاء الله.